احنا النهارده في بني سويف، محافظة جميلة وهادية ومش بعيدة عن القاهرة وناسها طيبين وكرمة. تعالوا اقول لكم رحت فين في بني سويف. المال الحلال، المال الحلال اهو، المال الحلال اهو، المال الحلال. سألت الناس نفطر فين هناك، رشحوا لنا مطعم اسمه علي بابا، وده ليه فرعين، فرع على كورنيش النيل وفرع في شارع اسمه عبد السلام عارف. طلبنا وجبات بروست، الوجبة قطعتين بينزل معاها كاتشب وكولسلو ورز وعيش وبطاطس. بدأت اكل والفراخ كانت حلوة والتتبيلة واصلة لجوه زي ما انتوا شايفين. البطاطس حلوة، الرز حلو، الكولسلو حلو. بصراحة كل الاضافات اللي نزلت مع الوجبة كانت كويسة جدا. التعليق الوحيد اللي عندي ان الفراخ كانت محتاجة تبقى كرانشي اكتر ومقرمشة اكتر من بره. بصي كانت محتاجة تبقى كرانشي اكتر، يعني تبقى مليانة كرانشي، لكن هي تتبيلتها حلوة والتست بتاعها حلو. هنا بقى كنت بحاول اعمل براءة اختراع واجربهم كلهم على بعض. نيجي بقى لفقرة تحبس لها بعد الاكل. طلعنا على مكان اسمه اسطنبول كافيه في مول اسمه سيتي هاب. طلبنا سموزي فراولة وسموزي مانجا وفنجان قهوة، وعلى غير المتوقع سموزي الفراولة كانت احلى حاجة. ده احلى بصراحة. حلو، سيبوني احبس بقى. وتخيلوا بقى وانا في المول لقيت من هناك دكان السعادة، وده تقدر تاكل من عنده احلى كاندي واحلى مارشميلو. وده بقى من افضل التمور اللي انا اكلتها، اسمه الشروق وبيجي بكذا طعم، وبصراحة محتاج حلقة لوحده علشان نعرف نقيم طعمه ونقول لكم التجربة كاملة. دكان السعادة عنده تشكيل كبير قوي من الشوكولاتة وكل لزوم الدوبامين والسعادة. ولو قلنا الحلو يبقى بلبن. جبت من عنده اخر اختراعاته وهي الطاسوسة، كانت طعمها حلو قوي وعملت ليها فيديو مخصوص تقدروا تدخلوا على البيج وتشوفوه. ودي بقى لقشطوطة وما عنديش عليها تعليق، طعمها حلو وخفيف جدا. التجربة بشكل عام من بلبن كانت كويسة جدا. ختمنا اليوم بمشي حلو على كورنيش النيل، وما تنسوش تدعوا لاخواتكم في غزة. سلام.